يدخن 3 و4 و5 و6 مرات، خلاص الجسم يقول طيب تبغى هذه السموم، خلاص بلاها، دفاع عن النفس. أنا سويت اللي علي في البداية وحميتك ولكنك لم تستمع. ماذا يحصل لجسم الإنسان من البلوى دي؟ حنعتبر هذه رئة الإنسان، والرئة هذه حتدخن 20 بكت سجاير، فاللي بدخن بكت في اليوم فهذا حيكون محصول تقريبا 20 يوم تدخين. وحنوريكم الناتج النهائي لهذه الرئة بعد ما تدخن 20 بكت سجاير. طيب احنا لسه ثالث سيجارة، شوفوا ايش صار في الرئة، خلاص حتى صارت القزاز اصلا ما هو شفاف، ما هو باين اللي جوا. سيجارة رقم 100، المويه صارت صفرة. طبعا شوفوا هذه كيف سودت. ثاني موتور 200 سيجارة، يعني تدخين 10 ايام فقط. طبعا لاحظوا معلش، شوفوا البطء الشديد في سحب السجائر. لو تفتكروا في الأول حقة الشفط كيف كانت لما كان الماكينة لسه في شبابها وعنفوانها، هذا 3 أضعاف البطء. وهذه تاني موتور، يعني هذه تاني رئة، يعني كأنه رئتك خربت وقررت أنك تجيب رئة تانية. طيب شوفوا ده الآن، هذا الموية المعفنة دي بنحطها هنا ونغليها علشان نطلع الخلاصة. هذه خلاصة اللي دخلته في صدرك بعد فقط 15 يوم تدخين. فتخيل اللي بدخن سنين، اللي بدخن صار له 15 20 30 سنة، ايش وضع صدره بالضبط. لو نطقت أعضاء اللي داخل الجسد لاشتكت وبكت وصرخت. هنشوف ايش بيحصل جوا الجسد. فين؟ في كفى لمكافحة التدخين. أهلا وسهلا. هذا بالنسبة للرئتين حقيقية لغير مدخن، رئة حقيقية لمدخن. طبعا اللون الداكن هذا اللي هنا سببه الأساسي هو مادة القطران. هذا القطران تجمع هنا لشخص يدخن 10 سجائر يوميا لمدة سنة. وهذا القطران هو فعلا اللي بتسوي فيه الأسفلت ولا نعم. تشابه أسماء؟ لا هو تار نفسه 100%. مو تشابه أسماء. لا 100% هو. معلش لاحظوا الفرق بين التنفس حتى، يعني احنا ما بنتكلم بس على اللون ولا الحجم. شوف فرق الحركة بين طبعا هذا بياخذ الأكسجين بكمية أكبر، هذا بياخذ بكمية أقل. هذا يحتفظ بالأكسجين فترة أطول، لو تلاحظ هذا يطلع الأكسجين